أنا كنت فاكرة إن كل حاجة بينا عادية، شغل وخلاص. هو زميلي، بنشتغل في نفس الفريق من أكتر من سنة، وبقى بينا تعامل شبه يومي. بس الغريب إن في الفترة الأخيرة بقيت بحس بحاجة مختلفة وأنا بكلمه. مش عارفة أوصفها، بس زي ارتباك خفيف بيجي لما يبصلي وهو بيتكلم. هو مش من النوع اللي يهزر كتير، بالعكس هادي وكلامه قليل، بس لما يتكلم بيبصلك في عينيك بشكل يخليك تحس إنه شايفك فعلا، مش بس سمعك. وأنا مش عارفة ليه كنت بسيب نظري فيه أكتر من اللازم. في يوم كنا قاعدين بعد الشغل بنراجع حاجة على اللابتوب، الناس كلها كانت مشيت تقريبا والمكتب فاضي وساكت. قال لي وهو بيقلب في الورق: انتي بتتعبي بسرعة كده ليه؟ دايما أول واحدة تحس إنك خلاص زهقتي. ضحكت وقلت له: عشان أنا مخي بيفصل بسرعة، لازم كوباية قهوة علشان أرجع أشتغل. قالها وهو مبتسم: طب لو قلتلك أعملها لك أنا المرة دي؟ ضحكت تاني، بس المرة دي كنت حاسة إن في حاجة مختلفة في نبرة صوته. قمت وأنا بضحك وقلتله: بلاش مجاملات يا عم، أنا اللي بعملها أحسن. قال بهدوء كده وهو بيبص في الأرض: أنا مش بجامل. سكت بعدها وأنا كمان سكت. مفيش صوت غير الهوا الخفيف اللي داخل من الشباك وصوت الكيبورد. حسيت إن الجو كله اتغير في لحظة. الهدوء اللي كان دايما مريحني بقى خانق شوية. مش عارفة أقول إيه أو اتصرف إزاي. رجعت مكاني على المكتب ومخي مش قادر يركز في أي حاجة. كل اللي في بالي كانت الجملة دي: أنا مش بجامل. كأنها مش مجرد كلمة، كأنها بداية حاجة أنا نفسي مش عارفة نهايتها تبقى إيه. تاني يوم جيت الشغل بدري عن العادة. ما كنتش ناوية أعمل كده، بس صحيت بدري وما قدرتش أنام تاني. ما كنتش عارفة إذا كنت مستنية أشوفه ولا بحاول أقنع نفسي إن الموضوع عادي. دخلت المكتب لقيته قاعد بالفعل مركز جدا في اللابتوب. قال من غير ما يرفع عينه: بدري النهاردة. قلت وأنا بحاول أبان طبيعية: صحيت بدري، قلت أسبق الزحمة. رفع عينه وبصلي ثواني طويلة، ابتسامة صغيرة على وشه. قال بعدها بهدوء: شكلك ما نمتيش كويس. ضحكت محاولة أخبي توتري. واضح كده فعلا. قعدنا نشتغل كأن مفيش حاجة، بس في كل مرة نتكلم فيها كنت حاسة إن في خيط خفيف بيشد بينا. مش كلام، مش نظرات بس، لأ، إحساس كده إننا بقينا فاهمين بعض من غير ما نتكلم. وقت الغدا كل الناس خرجت إلا إحنا الاتنين. كنت ناوية أروح آكل في الكافيتيريا، لكنه قال لي: استني، جايب أكل زيادة، تعالي كلي هنا. قلت له وأنا مترددة: لا لا، مش لازم، كل انت. رد عليا ببساطة: ما بحبش آكل لوحدي. الكلمة دي خلتني أقعد من غير تفكير. فتح العلبة ومدها ناحيتي وبصلي وهو بيقول: كلي قبل ما تبرد. الأكل كان عادي جدا، بس الجو حوالينا لأ. كل حاجة كانت هادية قوي، حتى صوت المكيف بقى خفيف. كنت بحاول أشوف الأكل، بس كل مرة ألاقي نفسي ببص في وشه. نظراته كانت مستقرة
مطمنة ومربكة في نفس الوقت. خلصنا الأكل وسكتنا فترة. كنت عايزة أقول حاجة تكسر الصمت، بس لساني تقل. هو اللي اتكلم في الآخر وقال لي: انتي عارفة انك بتتكلمي بعينيكي أكتر من لسانك؟ بصيت له بسرعة وقلت له: وشي محمر، الكلام الغريب ده. ابتسم وقال: مش غريب، بس حقيقي. ضحكت بخجل وأنا ببص في الأرض. حسيت بحاجة سخنة في قلبي، مش حب ولا إعجاب، حاجة بين الاتنين، فيها خوف وراحة في نفس اللحظة. بعدها رجعت مكتبي وأنا مش مركزة في أي حاجة. كل اللي كنت بفكر فيه هو صوته وطريقة كلامه ونظراته اللي مش عارفة أهرب منها. بدأت أسأل نفسي: هو أنا مبسوطة باللي بيحصل ولا بخاف منه؟ الأيام بعدها كانت غريبة، مش عارفة أوصفها غير إنها ساكتة. هو بقى أهدى من العادي، وأنا بقيت بتجنب أبص في عينه، مش علشان متضايقة، لأ، بس عشان خايفة أرجع أحس بنفس الإحساس تاني. كان في يوم شغل طويل كله ضغط ومشاكل، والساعة كانت قربت على 7. كل الناس مشيت وأنا فضلت أخلص شوية ملفات. كنت لوحدي تقريبا لحد ما سمعت صوته من بعيد: لسه قاعدة؟ رفعت عيني لقيته واقف عند باب المكتب، لابس الجاكيت وجاهز يمشي. ابتسمت بخفة وقلت: هخلص دي وامشي على طول. قرب مني شوية وقال: انزلي خلاص، بكرة كمليها، شكلك مرهقة. قلت وأنا بحاول أغير الجو: ما أنا كده كده راجعة لوحدي، مفيش فرق. سكت، وبعدين قال: طب هستناكي ننزل سوا. كنت عايزة أقول لأ، بس ما خرجتش كلمة. سكتنا، وفضل واقف جنبي يساعدني من غير مطلب. كل حركة بسيطة كانت محسوبة، كل كلمة كان ليها وزن. لما خلصنا، النور في المكتب كان خافت، الجو هادي قوي. وقفنا عند الباب، بيني وبينه يمكن نص متر، ولا حد فينا بيتكلم. اللحظة كانت فيها كل حاجة: توتر، دفء، وأسئلة كتير مش بتتقال. قال بهدوء: تعالي نمشي. صوته كان واطي، أقرب للهمس. مشيت وراه من غير ما أرد. في الأسانسير كنا واقفين قريب جدا، بس محدش بص للتاني. صوت النفس، حركة بسيطة، وسكوت تقيل قوي. ولما الباب فتح، خرجنا كأننا بنهرب من حاجة. كل واحد راح في اتجاه، ولا كلمة. تاني يوم في الشغل حسيت إن في حاجة اتغيرت، مش ملموسة، مش واضحة، بس باينة في كل تصرف. هو بقى بيتكلم أقل، وأنا بقيت بحاول أبان عادية أكتر من اللازم. كنت ببصله من بعيد، وفي كل مرة عيني وعينه تتقابل بنرجع نبص في الورق بسرعة. بس جوه في حاجة بتتحرك، حاجة بتقول إن اللي حصل مهما كان ساب أثر مش هيروح بسهولة. بعد اليوم ده كل حاجة بقت مختلفة، بس مش بطريقة واضحة. يعني لا هو قال حاجة ولا أنا قلت حاجة، بس في بينا حاجة اتكسرت أو يمكن اتكونت، ومش عارفة أفرق بينهم. بقيت بحاول أتعامل عادي، أضحك، أتكلم، أرجع لنغمة الزمالة القديمة. بس كل مرة بيبصلي فيها بنظرة ساكتة، بحس قلبي بيتشد ناحية حاجة معرفش هي ايه. كل التفاصيل الصغيرة بقت تقلقني: صوته لما بينادي اسمي، طريقة وقفته جنبي، حتى لما بيبعت إيميل شغل بسيط بحس في حاجة مش مفروض تبقى موجودة. في مرة كنا بنشتغل لحد متأخر، المكتب كله كان فاضي، النور ضعيف، والجو ساكت جدا. هو كان واقف جنبي بيشرح لي حاجة على اللاب. صوته كان واطي وأنا حاسة بدفى نفسه، وفجأة لقيت نفسي مش قادرة أركز في الكلام. بصيت له وهو سكت. النظرات كانت أطول من المفروض وأهدى من العادي،
وأصدق من أي كلام. ما حصلش، فعلا ما حصلش، بس اللحظة دي كانت كفاية تغير كل حاجة. رجعت البيت ساعتها وأنا مش عارفة أفسر اللي حصل. كنت حاسة إني عاملة حاجة غلط رغم إني ما عملتش، وفي نفس الوقت جوايا جزء صغير كان حاسس إنه كان عايز اللحظة دي ما تخلصش. ومن بعدها بقى في مسافة غريبة بينا، نتكلم عادي بس بحذر، نضحك بس بسرعة نرجع نسكت، وأوقات بحس إنه عايز يقول حاجة وأنا كمان، بس محدش فينا بيقدر يقول. دلوقتي بعد شهور كل حاجة في الشغل رجعت شكلها طبيعي، بس أنا مش زي الأول. لسه فاكرة التفاصيل، ولما بشوفه بحس إن بينا سر صغير محدش يعرفه، سر مش بيتقال ومش بيتنسي. بعد اليوم ده كل حاجة بقت مختلفة، بس مش بطريقة واضحة. يعني لا هو قال حاجة ولا أنا قلت حاجة، بس في بينا حاجة اتكسرت أو يمكن اتكونت، ومش عارفة أفرق بينهم. بقيت بحاول أتعامل عادي، أضحك، أتكلم، أرجع لنغمة الزمالة القديمة، بس كل مرة بيبصلي فيها بنظرة ساكتة بحس قلبي بيتشد ناحية حاجة معرفش هي إيه. كل التفاصيل الصغيرة بقت تقلقني، صوته لما بينادي اسمي، طريقة وقفته جنبي، حتى لما بيبعت إيميل شغل بسيط بحس في حاجة مش مفروض تبقى موجودة. في مرة كنا بنشتغل لحد متأخر، المكتب كله كان فاضي، النور ضعيف والجو ساكت جدا. هو كان واقف جنبي بيشرح لي حاجة على اللاب، صوته كان واطي وأنا حاسة بدفى نفسه، وفجأة لقيت نفسي مش قادرة أركز في الكلام. بصيت له وهو سكت، النظرات كانت أطول من المفروض وأهدى من العادي وأصدق من أي كلام. ما حصلش، فعلا ما حصلش، بس اللحظة دي كانت كفاية تغير كل حاجة. رجعت البيت ساعتها وأنا مش عارفة أفسر اللي حصل. كنت حاسة إني عاملة حاجة غلط رغم إني ما عملتش، وفي نفس الوقت جوايا جزء صغير كان حاسس إنه كان عايز اللحظة دي ما تخلصش. ومن بعدها بقى في مسافة غريبة بينا، نتكلم عادي بس بحذر، نضحك بس بسرعة نرجع نسكت، وأوقات بحس إنه عايز يقول حاجة وأنا كمان، بس محدش فينا بيقدر يقول. دلوقتي بعد شهور كل حاجة في الشغل رجعت شكلها طبيعي، بس أنا مش زي الأول. لسه فاكرة التفاصيل، ولما بشوفه بحس إن بينا سر صغير محدش يعرفه، سر مش بيتقال ومش بيتنسي. أنا مش عارفة أسمي اللي بينا إيه. هو لا اعترف بحاجة ولا أنا قلت حاجة، بس كل مرة عيونه بتيجي في عيني بحس إن في سؤال بيتكرر من غير ما يتقال، سؤال مش عايز إجابة، بس وجوده لوحده مرهق. أنا بحاول أبعد، بجد بقيت أتجنب وجودي معاه لوحدنا، بحاول أضحك مع زمايل تانيين أغير المود، بس هو موجود في كل التفاصيل. حتى ريحته لما بيعدي من جنبي بقت بتفكرني باللحظة ديك، اللحظة اللي ما حصلش فيها حاجة بس قلبي بعدها ما بقاش زي الأول. في مرة كان في اجتماع وكل الناس قاعدة وهو قاعد قصادي، طول الوقت كنت بحاول أركز في الكلام، أكتب ملاحظات، أتجنب أبص ناحيته، بس كل ثانية كانت بتسحبني ناحية صوته، طريقته، حضوره. كنت حاسة إني بحارب نفسي وأنا قاعدة هناك، بابتسامة مصطنعة وخوف حقيقي. بعد الاجتماع جالي المكتب وقال لي بهدوء: انتي كويسة؟ بصيت له وقلت له: اه،
بس ما تتعبنيش أكتر من كده. ضحك ضحكة صغيرة وقال: أنا اللي بتعبك ولا أنت اللي مش عايزة ترتاحي؟ الكلمة دي وجعتني، ما كنتش عارفة أرد، فابتسمت وسكت. هو مش بيعمل حاجة صريحة، بس بيخليني دايما على الحافة، زي اللي ماسك خيط رفيع بيني وبين نفسي، وكل مرة بيقرب الخيط بيتهز أكتر. رجعت البيت يومنا وأنا مرهقة، دماغي مش بتسكت. أنا عارفة إني المفروض أكون قوية وأبعد وأفصل بين الشغل والمشاعر، بس لما تكون المشاعر دي داخلة في تفاصيل يومك، في صوت بيطمنك، في نظرة بتوجعك، القوة بتبقى أصعب من الكلام عنها. ما كنتش عايزة أكرهه وما كنتش عايزة أحبه، كنت بس عايزة أنسى اللحظة اللي خلتني بين الاتنين. ولحد دلوقتي كل يوم لما بدخل الشغل بحاول أفتكر أنا هنا ليه، وبنسى كل حاجة أول ما بشوفه.